tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة أنا جبت الجهاز ده، هو سانيو ماشي. أنا وصلت في السريع والبايلوت لايت شغال اهوت زي ما انتم شايفين، بس مفيش أي صوت طالع. أنا طلعت اللي هي الجزء اللي هي الخاص بالكاسيت، لأن الكاسيت برضه بيلف ومفيش أي صوت طالع. يعني هو كده المفروض دلوقتي شغال لكم إيه على الراديو، مفيش. هو دلوقتي الصوت عالي على الآخر، مفيش أي صوت خالص طالع. فطبعا ممكن تكون المشكلة عندنا في أكتر من حاجة. ده مش كابل السماعة يا جماعة، ده كابل اللي هو المايك ده اهو ماشي. السماعة متوصلة اوريدي، السماعة اللي هو الكابل الرمادي في أصفر. فأنا عندنا ممكن يكون اللي هي السماعة محروقة، ممكن يكون في عندنا العيب، ممكن يكون في السوكت ده خلاص، ممكن يكون في ايسي الصوت. اي واحد من دول ممكن تكون فيه ايه مشكلة. ما بيسخنش ايسي الصوت، يعني معنى كده ممكن، او مش سخن، معنى كده ممكن يكون اي سي الصوت سليم. مفيش مكثفات هنا منفوخة ولا حاجة، مفيش. طيب هل ممكن يكون قطع الصوت ممكن يكون من الفوليوم كنترول؟ ممكن. طب نعرف ازاي؟ نحن نلمس بالشكل ده، مفيش حاجة خالص، مفيش اي صوت خالص طلع. فنفك اللوحة دي ونشوف. طيب تحبوا نبدأ بايه؟ هي ما هوش الفوليوم كنترول اهو، لان المفروض كان يدي اي اشارة كده. يبقى نبدأ بالسماعة، نقيس السماعة نشوفها السماعة سليمة ولا مش سليمة. وبعد كده هنروح اللي هو للسوكت بتاع الهيدفونز. بنجيب الهيدفونز بتاعنا على الصفارة، بنجيب قصدي اللي هي جهاز القياس بتاعنا على الصفارة، الافوميتر على الصفارة، الملف شغال يعني السماعة سليمة ماشي. طالما اللي هو صفر يبقى الملف سليم بتاع السماعة، يبقى السماعة سليمة. يبقى تاني حاجة هنشوفها اللي هو الهيدفونز. طب نعمل ايه؟ نحط هيدفون، نحط هيدفون نشوف فيه صوت طالع ولا مفيش صوت طالع. ده الصوت طلع من السماعة، لما حطيت الهيدفون الصوت طلع من السماعة. طيب يبقى احتمال كبير كان الصوت المشكلة، هو مش احتمال كبير عجيبة، يبقى هو العيب في السوكت ده. طب همسكه نشوف الأخبار. هنشمس السلكتين دول يا جماعة في بعض، الاتنين ده بده، الطرفين دول ببعض، الصوت اشتغل. وده كده عشان ايه؟ افصل الهيدفونز، لان ما عنديش صراحة صوت زي ده، فلغيته، فبالتالي الصوت اشتغل. عايزين نشوف اخبار الكاسيت ايه. بالنسبة للكاسيت شغال اهو يا جماعة، بس مفيش اي صوت طلع. طيب ده ممكن ده صوت الراديو. ممكن احتمال يكون من المفتاح ده. طيب هنعمل ايه؟ هنرشه جاهز ونشوف الاخبار ايه. هنرش جاهز ونشوف الاخبار ايه. سمعنا يا جماعة في صوت، بس الصوت واطي جدا. هل ممكن يكون الهيد؟ ممكن. طيب انا هنغير الهيد ونشوف الاخبار ايه. طبعا ده هيد طرفين فقط مش 4 اطراف، لان الجهاز بسماعة واحدة. فهنشوف نغير الهيد ونشوف الاخبار ايه.
نخلي بالنا يا جماعة لما نيجي نفك الهيد اللي فيه سوسة صغيرة هي متضيعش مننا، شايفينها؟ اللي بتجري دي. طبعا الهيد لازم نجيب هيد بنفس الحجم ويكون طرفين فقط مش 4 أطراف. ده ما ينفعش لأنه 4 طرف، ما ينفعش، ده بتاع جهاز سماعتين. ده ممكن، ده ما ينفعش برضه لأنه 4 طرف. مفيش عندنا غير ده، بس أتمنى يكون شغال كويس. شكله مش حلو يعني بصراحة، شكله في الضياع ده. مش واحد تاني، ده قصير. لا قصير. ممكن ده لحد ما، ممكن، مش عارف. فرق صغير أوي بين الاتنين. ماشي، أنا أجرب عموما ده وأجرب ده. أجرب ده وأجرب التاني، مع إن ده شكله وحش جدا. هجرب ده وهجرب ده ونشوف الأخبار إيه. وعزي قلبي لما هو اشتغل يا جماعة اهو، بس الهيد برضه قصير شوية. أنت يا حبيبي ترثي بي وقت الكروب ليس ما هغير الهيد وهحاول أشوف هيد أطول شوية من ده. لما يبقى هو المشكلة عندنا هنا كانت في الهيد فعليا. فأنا هحاول أشوف هيد. هو الهيد ده أنا مش عايز أركبه، شكله مش كويس، بس نجربه عموما يعني مش هنخسر حاجة. ده زي ما أنا توقعت يا جماعة، صوته وحش الهيد ده. صوته واطي. فنشوف، أنا هجيب أقرب حاجة لده، للهيد ده. هجيب هيد تاني، هجيب شوف الهيد ده، مع انه برضه شكله مصفر يعني، مش شكله مش حلو، بس ممكن هو نفس الحجم تقريبا يعني. فنشوف صوته ايه. برضه صوته مش كويس يا جماعة. هي المشكلة طبعا ان انا قاعد بجرب هدات قديمة، لان طبعا ما عندي مفيش جديد، فبضطر اجرب حاجات قديمة. فاخر واحدة احنا كنا عملناه كان معقول يعني، كان كويس. في واحد تاني هنا عنده صغير اهو، صغير اوي اهو، هو طرفين. هنجربه ونشوف اخباره ايه. ده اخر واحد هنجربه، وبعد كده هنحط اللي هو قبل الاخير. قبل الاخير اشتغل معقول يعني. ده افضل هيد يا جماعه، ركبت له الصغير اوي ده، هو ده افضل حاجه. فانا هثبت على ده. الوقت احنا هنعمل ايه؟ الموديل بتاع دي الجهاز السانيو ده بيبقى صوته مش نقي، صوته مش حلو. فعشان كده في يعني انا كنت عملت له ارض اهوت للاريال خلاص، عشان نقلل الوش اللي فيه شويه. وهعمل حاجه تانية، ان انا احط اريال تاني اضافي داخلي عشان يقوي الارسال شويه. تعال نشوف نعمل الاريال ده وهوريكم النور. انا كنت عملت فيديو قبل كده عليه ماشي، كنت وريته لكم بتتعمل ازاي. بتجيب سلك معزول زي سلك ترانس مثلا، وبتلفه حوالين قلم او مفك. هوريهولك ازاي.
السلك طوله حوالي متر يا جماعة. لأن طبعا سلك معزول يا جماعة، فلازم أعريه من هنا شوية لأن هو معزول. بس كده تمام. تمام كده يا جماعة. يا جماعة ده اريال اضافي داخلي، وطبعا معزول فمش هيأثر على حاجة، وانا ثبته هو مكان الاريال مع الارضي اللي هو متوصل هنا، ده عشان تقليل الوش. يعني الاريال مقرض اهوت، يعني موصله بارضي اهوت باي حديد في الجهاز، بالاضافة للاريال الداخلي عشان يقوي الارسال شوية، لان هو ارساله وحش جدا عامل زي الاجهزة الصيني. ماشي، عامل زي الصيني بالظبط. نقفل على كده بقى ونجرب. لأن الله جل وعلا بعث رسلا لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعا، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه للناس عامة، للجن والإنس، وجعل رسالته عامة وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة. دلوقتي نشوف الكاسيت يا جماعة، نشوف أخبار الكاسيت إيه. زوجته، بس مش دايما بتتاثر بالاجابه. الله يكرمك يا حسن، يحفظك يا شيخ. النقطه اللي بعد كده اختيار الحرف، حاجه عجيبه جدا يا اخوانا. اختيار الحرف من عجب القران ان اختيار الكلمه لازم يبقى متناسق مع المعنى. يعني شوف شريط تاني. ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا يا جماعة. يا ريت ما تنسوناش في الاشتراك والمشاركة والإعجاب وصالح الدعاء، واشوفكم في فيديو جديد مع حاجة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.